سي حسن الدسولي الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية للسباحة، مرحبا بك في موقع الميادين بوان سي حسن. على القراءة في هذه البطولة العربية اللي خديتوا على العاتق ديالكم التنظيم ديالها. كما تعلمون على ان اولا الشكر الجزيل لكم والحضور ديالكم للمساهمه في انجاح هذه الندوه. فكما تعلمون على ان العمر هذه الجامعه هو عمر قصير، 3 أشهر 3 اشهر، واليوم كنحيوا الذكرى اليوم المئة لتسير هذه الجامعه. فكما تعلمون على ان تنظيم هذه التظاهرات بالنسبه للجامعه الملكيه المغربيه للسباحه ان شاء الله، يعني احنا يعني كان الوقت ضيق والوقت وجيز على ان نستعدوا لها، ولكن كيفما كان الحال فنحن ان شاء الله في هذه التظاهره غادي يكون عندها واحد الدعم سورتو يعني خاصه للسباحه الوطنيه والسباحين الفريق الوطني المغربي اللي اغلبيته انتم تشوفوا على ان اغلب العناصر ديالو هي عناصر ناشئه وعلى ان عندها مستقبل. وحنا بغينا نجمعوا اللم والشمل ديال العائله ديال السباحه. بالنسبة لأبرز الفرق اللي غتشارك بالسباحين ديالها في هذه البطولة العربية، بالنسبه لابرز سميتو هي كاين مصر، كاين العراق، كاين الجزائر. هذه كلها يعني فرق اللي عندها سباحين متمرسين وعندهم يعني كيشاركوا في بطولات خارج الوطن ديالهم. ولكن الحمد لله على ان بالنسبه للسباحين ديالنا فراه لان الظروف هي الحمد لله فاش كيتدربوا دابا هي الظروف متاحه ومريحه، وكنتمنى على انه يكون عندنا نتائج ايجابيه ان شاء الله، ولما لا على انه يكونوا من ضمن. بالنسبه للعناصر الفريق الوطني كيفاش تم الاختيار ديالهم؟ فالمهم هذا هو يعني هذا هو جانب تقني بالدرجه الاولى. فانا ما يخص ما هو اداري فانا مستعد، ولكن فيما يخص ما هو تقني كيرجع السي يوسف. سي حسن الدسولي، تنتمنوا بان هذه البطوله تمر في اجواء مزيانه وتعطي واحد الصوره مشرفه للسباحه الوطنيه. كنت مع الميادين بوان. شكرا لك. شكرا جزيلا لكم. شكرا.